اضطريت أدخل التيك توك. دخل الفنان فادي خفاجة في حالة من الانهيار من خلال لايف عبر حسابه بتطبيق التيك توك، واشتكى من قلة المشاركة في الأعمال الفنية. علشان كده لجأ لتطبيق التيك توك علشان يحصل على الهدايا والأموال بسبب قلة العمل. وظهر الفنان فادي خفاجة في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق التيك توك في حالة من الحزن وفقدان الأمل، واللي اضطرته للجوء لعالم التيك توك. وقال فادي خفاجة عبر حسابه الشخصي على تطبيق التيك توك: مين ما عندوش أخطاء؟ أجدع واحد في اللايف هنا لو قعد ثانية واحدة مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني، البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطتي يدافع عني ضربني في ظهري. مهما قالوا ما تتكلمش هتكلم علشان أقل حقوقي إن أشتغل، لكن مفيش فايدة، أنا قاعد في البيت من غير شغل. والله العظيم لو قالوا لي بطلها هبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، ومطرح ما ترسي هندق إلها. وكان الفنان فادي خفاجة اشتكى منذ سنوات من قلة العمل، وخرج عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: يا مخرجين يا منتجين مصر، لو العبد لله بعد العمر ده كله ما اشتغلش في مسلسل و2 و3، مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول؟ أنا ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي.